دايما باجي متحف الخزف الإسلامي هنا في الزمالك، ولكن اللي قدامي ده شيء جميل بشكل غير طبيعي، وتعالى انت كمان تقدر تستفاد بيه. الحديقة الجميلة اللي قدامك دي مش حديقة عادية، دي حديقة روعة جدا جدا في قلب الزمالك، فيها أشجار نادرة زي اللي قدامكم دي اهي. دي اسمها التين بنغالي، حاجة كده ليها أكتر من 100 سنة. أشجار مانجا كتير برضو اهي، دي مانجا. هتلاقي برضو قطع فنية عظيمة جدا جدا. وكل قطعة فنية ليها الليبل او اللي هو الشرح بتاعها، تمام. بيقولك ده مين الفنان اللي عملها. انا هنا موجود في متحف الخزف الاسلامي بالزمالك اهو، تمام. ده متحف اسمه الخزف الاسلامي بالزمالك، وده دخوله ببلاش. يعني احنا طبعا صورنا من جوه كتير، ولكن الحديقه المتحفيه بتاعته يعتبر ان تقدر تعمل فيها فوتو سيشن مجاني اي وقت من 9 الصبح لحد الساعه 6 مساء. هتيجي وهتتبسط، هات بس بطاقتك معاك عشان بيحتاجوها على البوابه، والدخول مجاني تماما. هتدخل المتحف وكمان هتدخل الحديقه، وفي كمان مسارات للمشي وسط الجمال. هي الحديقه مش كبيره قوي يعني، مش عملاقه، مش ان انت تيجي بقى وتقعد فيها، ولكن هي بس تيجي تستمتع بكميه الخضره والحلاوه والجمال اللي هنا في المكان العظيم ده. يعني برضو من ضمن الحاجات اللي انا شايفها قدامكم دي، مثلا زي ما تقول دي مقاعد وده مسرح اعتقد. شجرة المانجا اللي قدامكم دي، بصوا اهي شجرة مانجا اهي، حاجة خطيرة جدا، شكلها قديم. اشجار بقى عتيقة، يعني بتتكلم برضو اهي شجرة مانجا تانية اهي بصوا، تمام. مسطح اخضر شكله حلو قوي، برضو مجسمات وفنون تشكيلية موجودة، او فنون نحت. انا طبعا مش شاطر في موضوع الفنون، ولكن يعني اهي منحوتات موجوده. كمان في مجسم ل تمساح واحد اسمه الفنان عبده رمزي. كل الحاجات دي اهي بصوا اهي، تمام. فكمان مجسم حلو زي ما حضراتكم شايفين لأحمد عبد الوهاب، الفنان أحمد عبد الوهاب. حاجة حلوة، حاجة جميلة. تيجي تعمل فوتو سيشن مجاني، بس طبعا بموبايل، يعني ما تاخدش كاميرا وبتاع عشان ما حدش يعترض بقى وكلام من ده، وتدخل نفسك في موضوع تاني يعني. بس انت خلاص انت معاك موبايلك حلو، هتيجي هنا تستمتع بالاجواء والمسارات والجمال ده كله، بقول لك ببطاقتك الشخصية. عشان وخد بالك برضو ممكن عرب واجانب، انا شايف عرب واجانب برضو بييجوا يستمتعوا بالاجواء هنا في متحف الخزف الاسلامي. بصوا حضراتكم حاجه خيال يا جماعه. والا بقى المتحف من جوه، المتحف من جوه عباره عن 2 طابق، كل طابق منهم فيه غرف، وكل غرفه بتتكلم عن حقبه من الخزف الاسلامي اللي موجود. حاجه ما شاء الله اللهم بارك. تعالوا يا جماعه واستمتعوا ببلدكم. لو عندك وقت، وعندك متسع، وعندك وقت انك تتفرج على حاجه جديده وتستكشف، تعالى متحف الخزف الاسلامي، واوعدك انك هتتبسط. سلام.